بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بانيه بطريقه مختلفه. لو حابين تعرفوا الطريقه تابعوني في الفيديو، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك، ولاول مره يشوفوا القناه يعمل اشتراك. اول حاجه هنحتاجها في وصفتنا نص كيلو من البانيه يكون مغسول بملح وليمون ومتصفي كويس، علشان لو ما تصفاش كويس واحنا بنحمره هيدي طعم ان هو كانه مسلوق، فاحنا عايزينه يكون متحمر. هيكون معانا هنا بوله وهنبتدي ان احنا نحط فيها المكونات اللي احنا عايزينها. هنحتاج الاول حاجه الملح وفلفل. هنحط الملح، هحط فلفل اسمر، وهحط بابريكا، نص معلقه من البابريكا. الملح والفلفل طبعا حسب الرغبه كميه، نص من المعلقه من البابريكا، وربع معلقه من الكزبره، ونص معلقه من البصل البودر، ونص معلقه من الثوم البودر، وهحط شطه يعني ربع معلقه، دي حسب الرغبه، لو مش عايزين تحطوا شطه فبلاش، وربع معلقه من الورق اللورا، مطحون، ده ورق لورا مطحون. وهنحط سماق كمان، دي معلقه ممسوحه، معلقه ممسوحه اهي من السماق. وهحط معلقه خل كبيره، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، ومعلقه كبيره كاتشب. وهنحتاج كمان زيت زيتون او اي زيت، ممكن زيت عادي، انا هحط زيت زيتون معلقه كبيره برضو. وهكون مجهزه بصله مقطعاها جوانح هحطها عليهم، وهنقلبهم بالمعلقه كويس. وبعد كده نحط فيهم صدور الفراخ. كده الخلطه بتاعتنا جاهزه ان احنا نبتدي نحط فيها الفراخ البانيه. هننزل بكل الكميه اللي معانا، وهنقلبها برضو كويس بيها. وبعد كده هنسيبها لمده ساعتين او اكتر حسب الوقت اللي عندكم، يعني مش اقل من ساعتين. وبعد كده نرجع تاني ونسويها مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما سبت الفراخ في التتبيله. هكون حاطه حله على النار فيها ميه وملح تغلي عشان هنعمل فيها المكرونه. هيكون معايا حله تانية فاضيه هحط فيها قطعتين من الزبده، وهيكون معايا جريل برضو هحط فيه زبده. الاكله دي اللي انا بعملها طعمها هيبقى مناسب مع الزبده، لكن لو بزيت مش هتبقى حلوه. لو مش متوفر الزبده يبقى نحطه سمنه. حطينا هنا زبده، وهنحط الناحيه التانية زبده برضو على الجريل، وهنا قطعه من الزبده. هنا الزبده بتسيح. وفي الحله التانية الميه اهي ابتدت الميه تغلي. دلوقتي هنبتدي ان احنا نحط المكرونه. معايا كيس مكرونه سباكيتي صغير هنحطه في الميه، انا مش بكسرها. هبتدي ان انا انزله كده، وهسيبها لحد ما تستوي. وهنا في الحله التانية هحط معلقتين دقيق ممسوحين مش مليانين، وهنبتدي ان احنا نقلب. لحد ما الدقيق يبتدي يتحمر. والطاسه التانية اهي ابتدت يسيح فيها، او الجريل ابتدى ان هو يسيح الزبده. هبتدي ان انا اوزع الزبده فيها علشان انزل عليها بالفراخ. وزعت الزبده فيها بفرشه، هبتدي ان انا انزل عليها بصدور الفراخ قطعه قطعه. والزبده هنا انا موطيه عليها النار، اللي فيها الدقيق موطيه عليه النار عشان ما يتحرقش.
لازم لما نقف نشتغل كده نحط كله مع بعض ونخلي ايدينا سريعة عشان نخلص الوقت، علشان ما نطولش في المطبخ. خلاص انا نزلت بكمية الفراخ كلها في الطاسة. وهخلي البصل على جنب دلوقتي اللي كان مع الفراخ مش هحطه، هحطه في الاخر عشان ما يتحرقش. وهنا برضو اهو زي ما قلت لكم انا موطيه النار، هنبتدي بقى ان احنا نعلي نار ونشتغل. هنا الزبده اهي مع الدقيق ابتدى اهو يتحمر. ريحه الفراخ جميله جدا. اول ما اشم ريحه الدقيق ابتدي ان انا انزل باللبن. هيكون مجهزه معايا 3 كوبايات لبن. هو المفروض كوبايتين من اللبن واحده من كريمه الطبخ، بس دلوقتي الاسعار مرتفعه فطبعا هنوفر، نبتدي ان احنا نوفر، فبلاش كريمه الطبخ هنحط لبن. وممكن نحط كوبايتين من اللبن وكوبايه من الشوربه، بس انا ما عنديش شوربه فهحط 3 كوبايات لبن. هنزل بيهم اهو معاكم ونبتدي ان احنا نقلب. الفراخ استوت معانا، هنبتدي ان احنا نقلبها على الوش التاني. هنسيبها تستوي على الوش ده كمان. واول ما الفراخ تبتدي انها تستوي هنزل بالبصل كمان معاها، هوسع له مكان وانزل بالبصل عشان يستوي. هنا الفراخ ابتدت تستوي، هبتدي ان انا اشيلها، ما بتاخدش وقت معايا. هنزق البصل هنا في الحته دي عشان هنا اسخن. كده يكون البصل استوى معايا، هشيله وارجع لكم تاني. وخلاص كده المكرونه استوت، هنصفيها ونرجع لكم. وخلاص المكرونه استوت هنصفيها دلوقتي. خلاص انا صفيت المكرونه. زي ما قلت لكم انا ما حطيتش كريمه طبخ، فممكن انا احط 2 مثلث من الجبنه، لو مش عايزين يبقى خلاص. وهنقلبه وهنحط ملح وفلفل والكميه حسب الرغبه. وهنا خلاص الصوص بتاعنا استوى، هو بيكون اخف من البشاميل. هنطفي النار وكده تكون الاكله بتاعتنا جاهزه، نبتدي ان احنا نحضرها. نزلت بالمكرونه على الصوص بتاعنا وهنقلبه ونغرف الاكل. وبكده تكون الاكله جاهزه معانا. لو اول مره تشوفي القناه اعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك علشان القناه تكبر.